وده طبعا شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. مش هقدر اوصف ريحتها ولا طعمها ولا كان جمالها. وطبعا هنا الرز بتاعي خلاص خلص. وده كان شكلها في النهاية. كان شكلها جميل جدا، والفراخ كانت مستوية كمان. وبشكركم على تعليقاتكم الجميلة ليا، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانصحكم ان انتوا تجربوها، وتسلم ايديكي يا ماما، والسلام عليكم.